عسلمة. عسلمة لله، مرحبا بك. بيك أكثر، قدم لنا روح. قلت لك مدام أسماء من تونس. مرحبا بيك مدام أسماء حذينا. مدام أسماء اخترت باش تحكي معنا في موضوع قطيعة الأقارب. هاوي قبل أرجع قطعت صلة الرحم. شنو الأسباب مدام؟ الأسباب أنا حسب ما نشوفها برشا عباد يشوفوها ظروف مادية، كما برشا عباد يشوفوها من برشا جوانب عندنا في تونس. أما بربي ميساج صغير نقول يا ولادي تذكروا اللي باش نقابلوا ربي اللي كما يقولوا فيها لا ينفع يوما لا مال ولا بنون. ماذا بيا كان كما نقولوا فيها نسالوا على بعضنا، نتذكروا اللي ثم ربي، نخافوا ربي ونخليوا الصغار كما يقولوا فيها، وحتى ولو كوبل وفات العلاقه والا ما نعرفش شنيا، حاولوا ديما تخليوا صله الرحم موجوده رانا قدام ربي باش نتحاسبوا عليها الحاجه هذه. وحاجه اخرى بالله ماذا بينا كما يقولوا فيها ماذا بينا لما تحنن لولادها والمامات تتحنن ولادها على امهم وعلى البو وعلى عمه وعلى خاله، وماذا بينا كما يقولوا فيها كحاجه مزيانه في تونس كقيم نزرعوها في ولادنا من الصغرى. مدام قبل كنا نشوفوا فما قطيعة ما بين مثلا ولاد الخال ولاد العم، تو وصلنا في وقتنا هذا نشوفوا في قطيعة بين اخوات. نشوفوا في قطيعه حتى بين الام والاولاد، بين البوب والاولاد. انا نعرف شكون مثلا ابسط الاشياء تخلي ولدها ما يسالش على ابوه على خاطر وسخ الدنيا، والا ما تبعثش ولدها يسال على اولاده على وسخ الدنيا، على الورث، على حاجات تافهه. اما بالله ديما تفكروا اللي احنا باش يجي نهار وباش نقابلوا ربي، مانيش باش نهزوا معنا حتى شيء. قداش عندها من تفشيت الظاهرة هذه نتاع قطيعة الأقارب؟ نجم تقول راهي هي ناتجه على برشا عوامل عندنا في تونس، اللي هي القيم نتاعنا في تونس نجم تقول اندثرت. ما عادش عندنا قيم في تونس. قبل احنا تربينا وقت اللي ترجع للتسعينات، احنا نهار العيد لازمك تقوم الصباح بكري باش تعيد على امك وعلى ابوك وعلى دار ماماتك وعلى خالاتك والعائله الكل، نمشيو لبو يهزنا ونعيدوا. توا ما عادش، توا عمك تلقاه بينك انت ويه 5 متر وتسكنوا في نفس الحومه وما يعيدش الخو على خوه. ليش وقتاش ولات هكا العلاقة بين الأقارب؟ ولات العلاقه تنجح، هاني قلت لك ناتجه على برشا حاجات عندنا في تونس يا اختي، برشا حاجات. القيم يعني في السنوات الأخيرة. السنوات الأخيرة توا عادي، توا تلقاه خوه. أنا الحاجة اللي وقفت لي مخي شنو معناها طفل ما يعيدش على أبوه. قلت لك بربي ميساج صغير، بربي حتى ولو مثلا أنا لطف أنا وراجلي مثلا طلقنا مثلا، مش علاش أنا باش نكره صغاري في عمتهم ولا في ماماتهم، كيما العكس، كيما البو يكره الصغار في أمه، وإلا باش نخليهم ما يزوروش ماماتهم. بربي تذكروا حاجة مهمة للعائلة، يلزم أنا ما نبيعش ولادي على وسخ الدنيا. ما نجموش اليوم نشكيو الصغير من بوه ولا صغير يشكي من أمه لولده. أبسط الأشياء، تو امرأة وراجلها يطلقوا، طفل عمره 5 سنين تلقاها تكره فيه في عائلته، علاش؟ يكبر يلقى روحه ما يحبش عائلة بوه اللي هي موجودة ياسر في تونس. الحكاية هذه أمه اللي جابته للدنيا يولي ما باش يكرهها، مش غير باش يوصل باش يخمم في عائلة بوه هو أصلا. علاش؟ خاطر نحن لازم نربي ولادنا على القيم الباهية، على القيم اني ولدي انا كي يحل عينيه نقول له يا بابا، يلزم كي تعدى على عبد اكبر منك تسلم عليه، تعيد عليه، تلقاه مريض ولا حاجه تعاونه باش تزرع فيه القيم هذه. مدام هي من اول الدنيا معروفه الحكايه هذيا، منها نشوفوا انه الصغير ديما يميل للفامي نتاع امه. اكيد توا ولينا نشوفوا صغير لا يميل للفامي نتاع امه ولا الفامي نتاع ابوه، خاطر ما تربيش على الحنيه، ما تربيش على الحنيه. سامحني، تلقى الام في بلاصه والفيو في بلاصه، ما ثميش كيفاش يزرع فيه القيم اللي باش تخليه هو يحب عائله ماماته ولا باش يحب عائله امه ولا عائله ابوه. في طفل توا كي تشوف فيه مع 10 سنين يحرق، ما عادش يخمم في شكون وراه، الجمله ما يهموش لا في امه ولا في ابوه. اش تخلي انت حاجات ما ثميش شكون يرجع، ما ثميش شكون يحط الصغار يعني على السكه الصحيحه، ما ثميش، كل واحد شاد طريقه احنا في الوقت هذا. ثم القطيعه الاخرى اللي ما بين الاسره اللي سببها هي الانترنت. القطيعه الاخرى اللي هي ديك تنجم تقول عندنا احنا في تونس كارثه ماهيش قطيعه، الادمان الالكتروني. انا قلت لك ما عادش ثميش صغار توا اللمه العائليه توا كل واحد في بيته وكل واحد لاهي. يجي نقول لك احنا في وقت توا ما عادش شكون يسال على اخوه، روحك بالتونسي، روحك في وقتنا هذا، روحك. كيفاش نجموا نعالجوها الظاهره هذه مدام؟ هذه ترجع للاساس نتاعنا، للساس اللي هما
يعني للأم للبو للمامات للعزيز للعم. لازم تربي ولدك على القيم الصحيحة، تربيه على انه يحب، تربيه على الحب، حن عليه انت وحبه، تو هو يحن على ماماته. لما كان انا ولدي ما نحنش عليه كيفاش باش يحن على عمته وعلى ماماته؟ وكان عمته ما تحنش عليه كيفاش هو باش يحن على امه؟ سامحني، مربوطين ببعضها مرات، هما سلسلة. تعرف معناها سلسلة؟ حلقات مربوطين ببعضها. لازم ولدي انا نربيه شنية معناها يحترم الاكبر منه، شنية معناها يحب ماماته، شنية معناها ولدي يسال على امه وقت اللي تمرض، شنية معناها يسال على ابوه، شنية معناها يقف مع امه ومع ابوه. مدام لو نحكيو على صلة الرحم بين الماضي والحاضر، بين الماضي كيفاش كانت؟ بين الماضي كانوا حتى قبل تلقاها ما نعرفش انا يسالوا على اولاد ولادهم حتى يطلقوا مثلا يموت رجلها، ما نعرفش انا اي موضوع ديما ثم صله الرحم موجوده. توا يا اختي يطلق بالخمس سنين وعشر سنين عادي مامات ما تشوفش ولادهم، على خاطر نرجع ونقول لك كان على وسخ الدنيا على الورث. احنا في تونس عندنا كارثه كبيره وعقليه بالحق خاسره برشا، اللي هي العباد تخمم كان في الورث في وسخ الدنيا، مش فاهمين هما باش يقابلوا ربي. يولي وسخ الدنيا كي العلاقة تموت ما بين زوز اخوات، وقتها بالحق الفلوس تولي وسخ الدنيا. صبري صحيح، انا معاك انا معاك. انا نعرف شكون مثلا حتى في عيد ما يجيش يعيد على ولاد خوه، ولا الولد العكس معناه ولد الخو مش يعيد على عمه، ثماش ولا يمشي المامات. السنوات الأخيرة هذه ما ثماش جمله. جرب انت دور في الحومه نهار العيد، جار الباب في الباب ما يقولش الجار وعيدك مبروك، ثماش. انا واحد من الناس نشوف العيد عندنا في تونس كان في التلفزه فقط، اما في صله الرحم ما ثماش، بين العائلات ما ثماش. مشاغل الحياة عندها دور ولا؟ بالنسبه لي انا صله الرحم ضغوطات ماهيش مربوط، صله الرحم في الاعياد ماهيش مربوطه لا تقولي بالخدمه ولا بالظروف الماديه ولا مربوطه بحتى شيء. انا باش نجي نعيد مثلا على ما نعرفش انا على امي ولا على حماتي ولا حاجه سامحني باش نصرف عليه مليون انا باش نعيد عليه من نهار العيده، تيمين بادرج ما ثماش، ما عنديش في تونس هذا. قلة وعي بصلة الرحم. بالنسبه لي انا قله وعي، قله وعي وعبيد ما عادش ما نعرفش انا شنو صايرها. ما عادش تحب بعضها يعني؟ ما حب فوالا، ما عادش محب، ما ثماش انسجام، ما ثماش لا حب لا انسجام لا حتى شيء. شكرا مدام، نخلي لك الكلمة الأخيرة. بالنسبة لي أنا نحب نقول كلمة أخيرة، بربي يا عالم يا ناس تذكروا اللي ثم ربي، واللي احنا باش نتحاسبوا على قاطع صلة الرحم قدام ربي. أول حاجة رانا باش نتحاسبوا عليها هي اللي كما يقولوا فيها قاطع صلة الرحم. بربي ميساج صغير، حبوا بعضكم راهي الدنيا فانية. شكرا مدام.